وجود الدين في حياة أي بني آدم بيفرق معاه طبعا. لأن في حاجات في حياتنا بتبقى مستحيلة وإحنا ما بنقدرش نتقبلها وإحنا بعاد. والقرب مش معناها إن أنت طول النهار بتتعبد، ودي طبعا حاجة كويسة، يا ريت عندنا وقت نعمل ده. ولكن القرب إنك يكون عندك ثقة كبيرة بربنا. البني آدم اللي بيخرج ربنا بره حياته بيبقى مش مطمن، صح. وبيبقى لو معاه كنوز الدنيا مش في سلام نفسي. اما بتحط ربنا في حياتك وتعمل حساب انك عندك ثقه كبيره في ربنا بيخليك مطمن. ليه بقى؟ البني ادم لما بيدخل ربنا في حياته بيبقى متاكد ان ربنا هيعوضه عن كل مجهود بذله، هيعوضه عن كل يوم صعب، عن كل ضغوط مرت عليه في حياته، عن اليوم اللي نام فيه بالليل وهو طالع عينه تعبان، عن واقعه الظلم اللي تعرض ليها وهو نايم بالليل بيقول يا رب انا ما معيش حد غيرك. هيبقى داخل في اي معترك في حياته الناس كلها ضده، بس هو متأكد ان ربنا معاه. وجود ربنا في حياة البني آدم بيديله حالة من حالات الطمأنينة.